هناك التزام بحرفية النص. يمكن في التأويل، يمكن كلمة مواد الدستور في اللغة أو في المنطق في حاجة اسمها المقدر المحذوف في اللغة. يعني لما أقول اسأل القرية أو اسأل العير مش هسأل الجمال أو أسأل أهل القرية. ده في خصوصية التفسير، إنما في خصوصية التلاوة لابد أن نكون ملتزمين بالنص، فحتى لا نكون وحفاظا على أداء القسم. وبالنسبة للزميل العضو المحترم الأستاذ مرتضى منصور، فبنلتمس هناك بنطلب أن نكون أداء القسم مرة أخرى، ده تكريم لي بيؤديه مرتين عشان بذات النص، عشان ما نثيرش مشكلة. معلش. رحيم، لا وصاية عليا من أي حد في المجلس كاتب مذكرة. شغل المخبرين ده انتهى من زمان. بعد إذن حضرتك، من فضلك انتهى من زمان. أنا أحلف اليمين في دستور وفي أحكام انتقالية في الدستور، أما الموضوع الإنشاء اللي مكتوب في الأول ده مش في الدستور. حضرتك انا ملتزم بمواد الدستور والاحكام الانتقاليه التي وردت بعد مواد الدستور. فيما عدا ذلك انا مش هحلف على موضوع انشاء. حضرتك انا تاني واقسم باحترام مواد الدستور من اول ماده لاخر ماده، ثم الاحكام الانتقاليه التي وردت. ايه المشكله؟ طب حضرتك واحد بعد ما يحلف يا مصر، حضرتك ما تقولوش حاجه يعني؟ ولا هنبتدي من يعيد برضه؟ يعيد. انا ملتزم بمواد الدستور والاحكام الانتقاليه التي وردت في الدستور. حضرتك لا وصايه عليا. هنبدا المجلس بالطريقه دي، ما اعتقدش ان احنا هنكمل. ليست وصايه. نعم. دي مش وصايه يا فندم. مش مقتنع بموضوع الانشاء اللي في الاول ده. انا مقتنع بمواد الدستور، يعني انا احلف على حاجه مش مقتنع بيها همشي.